التشنجات الحرارية مرض ولا ممكن تبقى جزء أو عرض من مرض تاني؟ النهارده هنتكلم على حاجة مهمة جدا أو موضوع شائع جدا وهو التشنجات الحرارية. التشنجات الحرارية معناها إن الطفل يتشنج في وجود درجة حرارة أعلى من 38 من عمر 6 شهور لحد 5 سنين، فما ينفعش طفل يجيله تشنجات بره العمر ده وأقول عليها تشنجات حرارية. أولا التشنجات الحرارية لازم نفرقها أو نقسمها لنوعين مهمين جدا. أولا تشنجات حرارية بسيطة أو تشنجات حرارية معقدة. إمتى أقول على تشنجات حرارية بسيطة؟ عشان اقول التشنجات الحراريه بسيطه لازم تحصل مره واحده خلال 24 ساعه في حدوث السخونيه، وكمان تبقى وقتها اقل من 15 دقيقه. والتشنجات الحراريه البسيطه دايما بتاخد كل الجسم، لو تشنجات معممه، انما ما ينفعش تاخد جزء واحد من الجسم. انما التشنجات الحراريه المعقده تبقى عكس البسيطه. يعني ايه؟ يعني الطفل يتشنج اكتر من مره في خلال دور السخونيه، او ان الطفل يتشنج اكتر من 15 دقيقه، او التشنجات دي تبقى تشنجات جزئيه تاخد نص واحد من الجسم. مهم جدا ان احنا نعرف ايه السبب الحقيقي للتشنجات الحراريه، لان التشنجات الحراريه ممكن تبقى جزء او عرض من مرض تاني زي متلازمه الدرافي سندروم. دي متلازمه من اصل جيني، الطفل بيبقى عنده مشكله في جين معين بتخليه يجيله تشنجات حراريه مطوله، او تشنجات حراريه ممكن تاخد نص جسمه وتنقل مره يمين ومره شمال. كل مرضى الصرع بيبقوا عرضه ان يجي لهم تشنجات حراريه. يعني لو طفل عنده اصابه بالفص الصدغي مع السخونيه ممكن يتشنج، ساعتها مش هقول عليها تشنجات حراريه، لا هقول ده تشنج في وجود الحراره. ساعتها ما ينفعش ان اقول دي تشنجات حراريه عاديه. في الفيديوهات السابقه شرحنا لكم انواع التشنجات وازاي دي تبقى خطوه اولى في التشخيص. كمان ظهور التشنجات في وجود الحراره ممكن يبقى مفتاح للتشخيص. وفي الفيديوهات الجايه هنعرفكم اكتر على الخطوات اللي بنمشي فيها في عياده القيعي عشان نوصل بالطفل للتشخيص السليم. في النهايه لازم نسال نفسنا، هل دي تشنجات حراريه عاديه ولا تشنجات في وجود الحراره؟